بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الصفحة، أخوكم في الله الدكتور حسن يحييكم دائما وأبدا. الإخلاص والوفاء مشي منها. مرحبا بكم عندنا، مرحبا بنا عندكم. سامحوني انقطع البث اللي فات، دونك نعاودوه ولكن على عجالة المرة هذه، ما نطولش عليكم إن شاء الله. قبل البداية حبيت نذكركم أنه غدا إن شاء الله يوم عرفة، إن شاء الله تصوموه وتدعونا معكم. أهنئكم بالعيد إن شاء الله مسبقا. وحبيت نذكر أنه فحص الأضاحي، ثم الناس اللي شرات العيد وما عندهاش إمكانيات باه تفحص يعني عند طبيب بيطري، نحن نفحصهم لوجه الله. دونك ما بنهار العيد ولا بعد العيد، بعد عملية الذبح نديروا الانسبكسيون تاع الكركاس، نفحصوا الأضاحي، وهذاك إن شاء الله عيد يكون صحي، عيد سليم إن شاء الله. وذكر أنه هذا العيد أيضا راح يكون الجو حار، الفترة بين الذبح والحفظ لا تتعدى 6 ساعات، لازم 6 ساعات ما تفوتش. فوالا، عندي واحد البحة تقول لي شاب خالد انت تراش نشرب شوية مو فوالا. دونك علاه درت هذا البث يعني باه تعاونوني، يعني باه نتوما الأوفياء الصفحة اللي راكم تتابعوا فيا الآن، نتوما اللي راح تعاونوني في الإجابة، لأني جاوبت حتى تعبت. دونك سوف تنوبون عني إن شاء الله. هذا البث ردا على الناس اللي انتقدت القانون الخاص بالمصحة. أول حاجة أنه القانون هذا الخاص بالمصحة هو ثمرة سنوات طويلة، كي نقولوا سنوات طويلة 20 سنة من العمل لخصتها في قانون خاص بالمصحة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة هي نتيجة تعامل مع مئات من الطلبة والزملاء، يعني تعاملنا بزاف، نقدر حتى نقولوا الآلاف اللي مروا داروا تربصات ومروا من هنا. دونك هذه الثمرة أكل درتها في القانون الخاص بالمصحة. ناس واحد يقول لك أنت ديكتاتوري، واحد يقول لك تسمى هذا نظام عسكري، وواحد يقول ما فهمتش على واه قاعدين ينتقدوا. دونك حنا لهنا نتناقشوا فقرة بفقرة. هذا هو القانون اللي صورته لكم، هذا هو القانون اللي صورته وحطيته في بيبليكاسيون، يعني تحسبا وترقبا لقدوم الزملاء ان شاء الله والطلبه بعد موسم بعد العيد المبارك. حنبداو ان شاء الله نديروا دي فورماسيون، واللي فيها خير يجيبها ربي، ولكن تكون فورماسيون منظمه يجمعنا ويشملنا الاحترام. هذا اول شيء. يبقى لو تقرا اول قانون، اول ماده مكتوبه الهندام المحترم والمئزر اجباري. لما اقول هندام المحترم، كاين اللي جاني بالشورت، شورت مام با شورت طويل شويه، شورت فوق الركبه. سبحان الله يا اخي، انت يا كرجل جاي المصحه حدير ستاج ولا حدير فورماسيون ولا تجي بالشورت، كيف تستقبل الزبائن برك بالشورت؟ تخيل روحك انت تروح ما نبليش عند طبيب سوا وحدك سوا اون فامي، ولا تدخل عند طبيب تلقاه بالشورت. يا هل ترى هذا فيزابل؟ لا اعتقد. والله انا لن اقبلها عن نفسي، وكل الناس لن تقبلها عن نفسها، ولكن كي نحطها في منشور ما يعجبهمش الحال، يقولك انت ديكتاتوري. يبقى الهندام المحترم ما تجينيش بالشورت، الهندام المحترم ما تجينيش بسروال مقطع، سروال مقطع وفخاذك على برا. الهندام المحترم انك ما تجينيش بالميني جيب. الهندام المحترم انسان يكون لابس عادي، ما اشترطش عليك تجيني بالكوستيم، ما اشترطش عليك تجيني لابس توني دو بلوك. صراحه الهندام المحترم والمئزر اجباري. هذه لا غبار عليها، هذه ما تتناقش. الناس كاين حتى اللي تناقشوا فيها وقال لك نجي نلبس واش نحب وما تحتمش عليا نلبس. يا خويا ما تجيش من الاخر، ما تجيش. هذا قانون خاص بالمصحه، مش خاص بيا، خاص بالمصحه، وهذا القانون ينطبق عليا انا بعد. الماده الثانيه مكتوبه العمل او التربص يبدا من 9 ل 5.
عبوكش معناها من 9 ل 5. ناس يقول لك واش هو النظام هذا من 9 ل 5. ما تجينيش وقت الفراغ نتاعك انت تروح الدور، تروح تحوس، تروح ما باليش، تروح دير ماتش فوت، تولي ساعتين تجي تقول نروح ندير ستاج، تجيني على الساعتين. نو، اللي يحب يستاجي، اللي يحب يتعلم يبدا على 9، من 9 إلى 5. دونك يوم كامل يتعلم الشيء اللي كتب ربي، ويتعلم انضباط، يتعلم قدام حاجه ويروح. وحده تجي تروح تشبه دوران، تروح تقضي، تروح للريتاج مول، دير شوبينغ، ومن بعد في طريقها بتنمو انا قريب شويه للريتاج مول، هيا تقول لك روح نستاجي. نو، سي فو. واحد واش يدير في يبدا التربص تاعو طب، ومن بعد يروح للبحر يضرب سمانه، ومن بعد يزيد يجي يقول لك انا جيت نكمل الستاج تاعي. نو يا اخي، التربص او العمل يوميا من 9 ل 5. لا ما عندكش الوقت ما تجيش، لانه لو كل واحد يخمم بالمنطق نتاعك وبالتفكير نتاعك تقول انا نروح الوقت اللي نحب، قادر في لحظات من نلقى حتى واحد جا، هذه اول شيء، وفي لحظات تجوني اكل يجيو 50 ضربه واحده، هذه ما تصلحش. اللي يجي يبدا التربص على الاقل انا نكون على بالي مش كل اللي جاي، ما تجينيش باهوائك انت والله كما يهوالك، ما تحطنيش انا الاخر في البرنامج. كاين اللي يقول لي انا نجيك في لي ويكاند، ما تجينيش يا اخي في لي ويكاند. اللي يحب يتعلم بالعكس، انت عندك ويكاند، هذاك هو الويكاند نتاعي انا، هذاك هو الويكاند. كما انت عندك ويكاند انا عندي ويكاند انا نرتاح فيه. دونك سي با فيزابل. ستاج اللي يحب يستاجي، اللي يحب يتعلم، عندنا دي جورني باينين، ما باليش يومين 3 ايام، تو ديبون لا فورماسيون، عندك تو ديبون لو ستاج من 9 ل 5. هل هذه الماده يعني فيها نظام ديكتاتوري؟ هذه الماده فيها نظام عسكري؟ هذه ماده يعني فيها مزير شابح روحي؟ اللي يشوفها كيما هكا يجاوبني. الماده الثالثه ها كاتب ارتداء القفازات اثناء الفحص اجباري. اللي يحب يدير كونسلطاسيون، انا هو اللي هنا، انا الباترون له، انا اللي نقلب. مي بار اكزومبل كون نحب نقول لواحد من لي زاسيستون ولا لي ستاجيير، نقول له مثال اكزاميني بحضور طبعا البروبريتير، يلبس ليغون. هذه ثاني فيها نظام ديكتاتوري. لكان اخي ولا اختي ما تخدم انت وتريسكي بيديك تخدم وما ترتديش قفازات، ربي يسهل عليك، لكن هذا القانون خاص بنا. الماده الرابعه رخصه التربص اجباريه. في دو ستاج، هذه في دو ستاج نحميك ونحمي روحي. قدر ربي تعرضت الاصابه لهنا، وشكون اللي يسلك؟ انا اللي نسلك، لانك راك لهنا تحت امراتي. وش يعتبروك؟ يعتبروك خدام، يعتبروك مدير ستاج. مادامك خدام وماكش مديكلاري، مديريه العمل تباصيني، مديريه الفلاحه تباصيني، كل الامور ماهيش في صالحي. لذلك وثيقه التربص اجباريه. كي نقولوا تربص ميزابار ما نهضروش على لي فورماسيون تاع نهار وجوج. دونك وثيقه التربص اجباريه. هذه فيها ثاني نظام عسكري باه نحميك على الاقل. المؤسسه اللي اعطتك لوتوريزاسيون باه دير ستاج هي اللي تحميك. قدر الله لو صرات لك اصابه راك محمي وانا محمي ايضا. الماده الرابعه وثيقه التطعيم ضد مرض السعار اجباريه. فاكسان تاع العراج، راك جاي لنا حتتعامل مع حيوانات، واش يهمني فيك انا؟ تكلب الله ربي يسهل عليك. انا من خوفي عليك انك طلبت وثيقه التطعيم ضد مرض السعار، روح دير الفاكسان وروح، لانك حتمانيبيولي دي شاي حتعامل مع قطط وكلاب، كاين متشرد، كاين حتى تاع دار واللي يتعرض للمرض الكلب. انا باه نحميك طلبت وثيقه السعار، راني خايف عليك، اني مش قاعد ندير لك في نظام عسكري. هذا ردا وتعقيبا على الناس اللي قاعد يقول كذا مش قانون خاص، هذا بالمصح هذا نظام عسكري. نخاف عليك، يعتبر نظام عسكري. دونك يحيى هتلر. الماده اللي وراها التاخر والغياب من دون مبرر وعده مرات يعتبر انتهيت. واحد اللي يجي ما باليش يجي يدير تربص كما قلت لكم، يغيب ويتاخر عده مرات، نعذرك معليش اخي، اللي عنده عذر باين معليش. كاين اللي والله العلي العظيم يقول لي ما نضتش بكري، ما نضتش بكري، يخدم يقول لي ما نضتش بكري. يا اخي راك عندك مسؤوليات، راك مرتبط بعمل، مرتبط بارواح، عندك برنامج، عندك دي رونديفو تاع الناس، عندك عمليات، وعندك. انا لما اقول هذا الشيء اموش تاع نهار وزوج، راهي 20 سنه من العمل. دونك هذه الاختلالات هذو ام تراكموا
دونك انا قبل ما باه نيفيتيهم طرحت هذه المواضيع وطرحت هذه الافكار. عندك الغياب، الناس كل تغيب، انا ممكن نغيب، يجيني ظرف طارئ نغيب، ولكن نغيب مره زوج، انا كاذبه، انا قلت لك الغياب المتكرر، نغيب مره زوج ومن دون من دون يعني سبب مقنع. راك ماكش تتعامل مع حاجه اللي بسيطه، راك تتعامل مع ارواح، وزيد تتعامل مع ارواح وماش قال ارواح تكون اون فاس ليك كي تقولوا ارواح يجيك، نو، ارواح اللي يجيك من تبسه، اللي يجيك من الجلفه، اللي يجيك من الجزائر، يجيك من عنابه، يجيك من سوق هراس. دونك واحد اللي عنده موعد ويجي اي فيها، انا نشوف فيها قله احترام، تسمى ما احترمش الناس، مع العلم اوني بونكتويال ان شاء الله، ما نحترموا الناس، وما كانش اللي جا ولقانا غايبين ولا لقانا مسكرين. ولكن درك انت كي تجي عندك عند على اللي يخدموا عند الدوله ما يراطيوش، باسكو يراطي عندك سونكسيون ينحيو لك شهريه، عندك انذارات، عندك كذا. ولكن انا بريفي ما ديرلكش هذا الشيء، نو اخي، بريفي وتحترم برنامج العمل وتحترم كلش. زيد استعمال الهاتف ممنوع. هذه الحكايه تاع الهاتف كي نكون مدار انفورماسيون، سواء راك متربص طبيب او طالب او خدام معنا اسيستون ولا طبيب، استعمال الهاتف الناس قاعده تتعلم، مدارين دوره نحكيو في مالادي وانت جاب الشوكولا تحكي في التليفون بالساعه وبالساعتين، والله انا نحكي معاك وانت هز التليفون وتكونيكتي، والله انت تهزي التليفون وتخرجي برا وقاعده تشيخي في التليفون. هنا هذا راهو امر ممنوع، لانه انا ارى فيه قله احترام، الاولى قله تركيز، عدم تركيز. كاين اللي يخرج يهضر في التليفون ساعه من بعد يجي يقول لي طبيب ما فهمتش هذه. يا اخي ساعه على بالكش معناها ساعه نقدروا نديروا فيها 3 عمليات، كل عمليه تدوم 20 دقيقه، 3 عمليات رانا كملناهم، انت قاعد شيخ في التليفون بعد تقول لي طبيب ما فهمتش. دونك هنا استعمال الهاتف ممنوع. انا كي نقول لك استعمال الهاتف ممنوع، او مانيش ديكتاتوري يعيط لك الدار، الاب تاعك الام تاعك يعيط لك واحد من لافامي تهز قدامي، معليش تطلب مني الاذن هكا كي تحترمني، تطلب مني الاذن، الطبيب تلي يقول لك معليش تفضل فازي، تجبد روحك ليه تهدر الو فوالا، امر ممكن، امر مستعجل في الدار كذا، الوالد الوالده عادي والسلام عليكم تكوبي. مي باه تبقى شيخ لي في التليفون وتبقى التليفون وتكونيكتي، انا هذه ما نقبلهاش. واللي قال ديكتاتوري يقول لي علاه راني ديكتاتوري. يمنع ادخال الاجانب، يجي مع صاحبه اور دومين، وحتى وكان في الدومين يقول له انا قاعد نستاجي عند دكتور حسن حجيره، كي تجي تجيب لي معك صاحبك ماهوش مسجل الاولى، ثاني حاجه ما عندوش يعني الامور السابقه، وثيقه التطعيم، وثيقه التربص، وثالث حاجه ماهوش هو اللي عنده الاولويه الناس اللي سجلت. دونك لما واحد يسجل ويبقى مسكين اون انستونس يستنى في الفوج الثاني، الفوج الثالث، الفوج الرابع يستنى، وانت تروح تجيب لي 2 صحابك ولا 3 صحابك وتجي تسبقهم عليه، انا ما نقبلهاش عن نفسي، دونك ما نقبلهاش عن الناس. وهذه ثاني ثمرة نتيجة العديد من المرات كان اللي نقبلوا ستاج يجيب لي 2 صحابه معاه. لا يا اخي، تجيب 2 صحابك، انا اولى اني نجيب 2 صحابي، ماكش انت اللي تجيب 2 صحابك. ولكن نحترموا الناس ونحترموا ترتيب التسجيل. الكل معني بنظافة المصحة. أخوكم في الله كنت طالب ضابط احتياطي، جوزت الارمي، كنت طالب ضابط احتياطي، وزملاء الأطباء الصيادلة جراح الأسنان وكل كنا مع بعضنا في فرقة واحدة، جوزنا الخدمة الوطنية العسكرية. كي دخلنا والله غير الكوفيرتا تاعك وعندها طريقه كيف تطبق، وكون يدخل ثم اليوطن ويلقاها ماهيش مطبقه على نورم خلات عليك، كون يلقى الشومبره تاعك موسخه خلات عليك، يفتح البلاكار كون ما يلقاش قشكه تريكو تبو تاعك وعنده تطبيقه، ولازم يكونوا متساويين وتكون كاريه. دونك هنا اراك يعلمك الانضباط، يعلمك النظام، يعلمك النظافه، هذا وانت طالب ضابط، لانك مستقبلا حتولي ضابط. دونك قبل ما ترجع ضابط تفوت ساعة المراحل هذه، النظافة والنظام والانضباط وكلش يعلمهم لك باه تولي ضابط، وضابط سامي
هذه الامور تمشي معك حياتك الكل. انا لما قلت الكل معني بالنظافه، اخي الكريم كي تجي دير تعاوني في اوبيراسيون وانت متربص لي غون تاعك كي تهزهم اكرمك الله ترميهم في لابوبال، ما طيشهمليش فوق الطابله وانا نجي نهز لك لابوبال تاعك. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الماتريال توسخت الدنيا، جيت انت باغ اكزومبل انا واقف قاعد نأطر فيك درت كونسلطاسيون، درت الترمومتر اكرمك الله، جبت الترمومتر من لانيس تاع انشا، ماكش حتى تجبدو بالمسك حتى تجبدو بالكاكا. دونك تعقموا تنظفوا، ما تخليش كلش هذه امور هذه عيب اني نحكي فيها، ولكن الضروره ملحه لازم نهضر فيها، لانه عندها ترسبات وتراكمات. كاين اللي يجي والله العلي العظيم ثلاثا في الماكله تاعو اكرمكم الله، انا نظف له الماكله تاعو، ياكل تقول غراب منقوب منه ياكل والماكله تسيح في الارض ويسيح الماكله والخماج والبو تاع القهوه والبطاطا ياورت سايحه ياكل وينوض، مش كل ينظف له، انا ننظف له. لما نقول انه النظافه والنظام تاع المصحه مسؤوليه الجميع، ما قلتش مسؤوليتكم انتم، نو انا راني معاكم. انا اعوذ بالله من كلمه انا كي نقولها وتتكرر سامحوني، انا اعوذ بالله من كلمه انا ننظف معكم. عندي المكتب تاعي والله العظيم غير قلت لهم جميع اللي يجي نقول لهم المكتب تاعي والله ما يقيسوا واحد وما ينظفوا واحد وما يسيقوا واحد، وحتى المسؤول عن النظافه فام دو ميناج والله ما تقيسوا. هذا مكتبي انا نستعمله، انا ننظفه انا احتراما لنفسي واحترام كان اهذبها واحتراما للناس، موش حاجه نستعملها يجي واحد ينظفها لي. ولكن رانا اكل في الاطار هذا في المصحه هذه، لما دير حاجه وسخت حاجه نظفها انت برك، هذا ما كان جيت لقيتها نظيفه خليها نظيفه هذه. وكي نقولوا النظافه فيها النظام ثاني، كاين اللي يدخل يهز ما باليش ستيتوسكوب معلقين لهنا، يهز ستيتوسكوب يدير طب يطيشوا لهيه، يهز لي فلاكون تاع ينجيكتي يطيش لهيه، يهز يقرا يطيش لهيه، يهز طابليه يطيشها من نو. حافظ على ترتيب ونظافه ونظام المصحه. هذه في دارك، هذه في حياتك المعيشيه. كما الناس، وهذه نهضرها ممكن يعني ناس يسوق في سياره مرسيدس اوت كلاس، يسوق فيها تدخل للداخل الريحه نظافه تشعل، ربي يبارك هاك دير هو الله يبارك ثاني يشعل ويمشي يشرب البوطه القهوه هبط الكارو ويطيش لبرا. خلاص اخي شت هذيك النظافه والنظام كذا كلش في صفر، اضرب فوا زيرو راك زيرو. مادامك تهز الخماش تاعك طيش لبرا راك انسان خامج، حتى وتعود الطوموبيل تاعك تشعل. اللي في دارو تدخل دار تاعو تلقاها تشعل، مي لا بوباليزا طيشها على البالكون في الطريق، راك انسان خامج. انت واش قاعد دير؟ قاعد تنقي في المحيط اللي راهو قدامك وتوسخ في باقي العالم. هنا راك غالط يا اخي. اللي نظيف اللي يسوق طوموبيل ماركه واش يدير ساشيه صغيره يعلقها في الكرسي اللي قدامه، يسوق تشرب قلعه تاع ماء، قلعه تاع ماء شربت خلصت نطيشها في الساشيه هذيك، بوطه قهوه طيش في هذيك، لانجات طيش في الساشيه. كي ننزل اللي يركب معايا يلقى السياره نظيفه، وكي ننزل نهز الساشيه هذيك نطيشها في لابوبيل. راني نظيف، طوموبيلتي نظيفه، والمحيط تاعي نظيف، والسياره نظيفه، والشارع نظيف، وكلش نظيف. هي قضيه ذهنيات. قلت بعد الانذار الاول نعطيك انذار، كي نقول لك انذار على مثال اخطاء ولا حاجه ولا قوانين اللي ما احترمتهاش، مانيش ديكتاتوري، نعطيك انذار الاول، نعطيك الانذار الثاني، ولكن الانذار الثالث نورمالمون ما تستناش. نورمالمون كي نعطيك الانذار الاول الانذار الثاني، لما نعطيك الثالث انتهى كل شيء. هنا لانه لو ما نضبطوهاش ما تكونش امور كيما هكا، حتخرج الامور عن مجراها ويولي هناك قله احترام. كي نعطيك رومارك الاولى وما ديرش عليا، رومارك ثانيه ما ديرش عليا، دونك ما احترمتنيش. تحبس لهنا بدل انه تولي حاجه اخرى، بدل انها تولي مساومات وبدل، دونك نحبسوها. نعطيك انا نعطيك شونس الاولى والشونس الثانيه والشونس الثالثه، مع العلم اني نعذرك، والله غير نعذرك، والناس راهم يعرفوني بزاف. القانون هذا راهو يعبر عن المصحه، ما يعبرش عليا انايا، قلبي ضعيف. مي هذا الاحترام واجب، احترام واجب.
تعقيم اليدين، شوفوا شنو مكتوبه، تعقيم اليدين، الطاوله، المحرار، الاجهزه. بعد كل فحص كيجينا ان انيمال قبل ما يحط الانيمال فوق الطابله تتعقم. هذه امور انضباطيه داخله في النظام والنظافه ايضا. درت الترمومتر ننظف، درنا ايكو نعقم لا سونت باسكو كانت اون كونتاكت، نعقم يديا. علاه؟ لانه الانيمال هذا اللي جايك قادر يخلي لك اون مالادي ويروح، دونك اللي تجي وراه يزيد يهزو اون مالادي. حنا نو، حنا بربي ان شاء الله كي تجي اون مالادي وتكون ترانسميسيبل تموت فوق الطابله، يتم الفحص، اعطاء النصائح، العلاج كذا، كيهز لانيمال تتعقم الطابله، يتعقموا يديك، يتعقم الماتريال اللي يجي من وراه يكون امن. هذه نورمالمون داخله امور تقنيه، امور طبيه، ولكن نحطها في القانون الخاص بالمصحه. وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، دونك لازم تشوفها، تبقى على عينك وتبقى على درايه. ها والله العلي العظيم، ها جال، هاي قرعه تاع الجال، وين تروح وين تروح تلقاها. اصبر داك نقول لكم، سامحوني يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. ها من القرعه تاع الجال، هاي القرعه تاع الجال، روح امشي. وين هذه اللي قلت كنت نعت لكم فيها برك؟ هاي القرعه تاع الجال، هاي القرعه تاع الجال. اصبر، ها من الكراطن تاع الجال، ها الكراطن تاع الجال. هذه بتعقم يديك، ما تهز عدوى، ما تعدي الناس، باسكو جايينك مدارين فيك ثقه، مدارين فيك امل، والشافي ربي سبحانه وتعالى. نحن رانا غير سبب برك. دونك التعقيم والامور هذه راهي امور تقنيه، ولكن نذكروا بها. اخذ الصور مكتوبه، اخذ الصور من دون اذن ممنوع. عبوك شو معناها ممنوع؟ لقيت انايا ربي يهديهم على كل حال، كاين اللي يصور في العباد، صور العباد تلقاه ما باليش ستاجير يصور في طفله جابت انشا، هذه ما تصلحش. كاين اللي يصور في ما باليش في ان انيمال برك، ان انيمال. كاين اللي يجيبوا لنا ديشا دو راس بيزار خلاص، كاين اللي يجيبوا لنا كلاب بيزار، كاين اللي يجيبوا لنا دي زانيمو باهيين، كاين اللي يجيب لنا اسكي، كاين اللي يجيب لنا البيكينوا، كاين اللي يجيب لنا لونغورا البيرسون عينيه قدام هكا مبضع ويطيح عقابه بتصور ويهز ويدير معاه سيلفي. يا اخي انا قلت لك اطلب الاذن، ما قلتلكش ممنوع يعني تصور. اروح اطلب الاذن مني. قال الطبيب والله حاب ندير سيلفي مع الانيمال هذا. انا نعرف الناس، نعرف لي كليون، كاين اللي ما يشتيش على الانيمال تاعو، كاين اللي يخاف على الانيمال تاعو، كاين اللي يخاف من العين، وكاين وكاين وكاين. لا يا اخي، حبيت تتصور تطلب الاذن، هذا واش قلنا فقط. الحديث الى الزبائن ممنوع. علاه ممنوع الحديث من الزبائن؟ كاين اللي يجي لهنا يبدا يشيخ مع الكليون ويبدا يحكي معاه، تخرج الحكايه. هذا راهو عنده ان انيمال مريض جاي لعندك، حكايات كما يقولوا طرافاي كاماراد ابري، حكايات سي اور كابيني. لهنا اوني بروفيسيونيل، رانا نخدموا. هذه الاولى. ثاني حاجه، انت لما تجي ويدخل ان كليون وتبدا تحكي معاه، وتبدا المالينوا هذا منين شريته، حاب نشري مالينوا واحد اخر، كلمه تبدا تبيع وتشري معاه في امور كيما هذه، تفقدك القيمه تاعك. انت طبيب سي محمد، خدمتك انك تعالج تفحص وكذا، والشخص هذا ما تعرفوش، كيف تقول له بقدا تبيع لي الجرو؟ كاين واحد والله غير ايتيديون، هو ايتيديون فيترينير، لقيتو ينيغوسي في التليفون، حيشري تليفون على وحده جات تفاكسيني له شاطحه، بدا يقول لها التليفون هذا ومنه بقدا تبيعوه لي. يعني هل هذا ترضاه انت؟ لذلك قلت الحديث الى الزبائن ممنوع، والامور هذه ثاني بزاف. واخرها واش قلت؟ الضحك، الهمس والحكايات ممنوعين. هل يعقل انت الطبيب قاعد تكونسلتي وزوج ولا ثلاثه، نقولوا زوج دي ستاجير تتكونسلتي، هما يجبدوا ليه ويبقاو اون كليون جات مسكينه لابسه قشابيه في الصيف هذه ويبدا انا واحد من الناس نقول لكم يهضروا على اللباس نتاعها. في الدين تاعنا هذا الامر مش هذا، في الدين تاعنا
الامر هذا وماهوش مليح، فما بالك في مجال العمل تتخالاو بين بعضكم، تشوفوا مع الناس وتتخالاو، والله تضحكوا على الناس، والله ديروا دي بلاغ وتضحك اوت فوا، والله حنا دايرين فورماسيون رانا نحكيو علميا، نحكيو طبيا، نتناقشوا في حاله، وانتم جابدين رواحكم لهيه وتحكيو على السياسي والسياربي. سي با فيزابل، ما تصلحش اخي. عندك حكايات دونك ماكش انتيريسي بالتربص، ماكش انتيريسي بالخدمه، هنا سي بون روح داركم اخويا، ولا عندنا لهنا مقهى الشاي الازهر ويروحوا يديروا فيها تايات ويحكيو، اشبعوا ضحك واشبعوا همس واشبعوا كذا، وروح اخويا تتعلم. هنا جاي تتعلم، ماكش جاي دير. الاخرى قالت لك وحده في تعليق قالت لك ايوا عليه انتم في شي هذا تقول عرس تحكيو على الهمس واللمس، يا حسره الهمس هذا والضحك وغير هنا. واللي يجي انا ندير وديما ندير ملاحظات، ديما ندير ملاحظات، تلقاو حنا واقفين نتناقشوا في حاله وزوج جاب دير واحد منين يتهمسوا ويضحكوا. هذه عيب. على وين تضحك على الانيمال خليق تربي، تضحك عليا لهنا انا يا لونكادريك، انني استاذك، تضحك على الكليون، لو كليون تاع روا، على وين تضحك؟ دونك انت هو اللي انت السبب اللي نضحكوا عليه من المفروض، لانك جاي تتعلم ماكش جاي تضحك. ولكن هذه الامور كامل انضباطيه، والناس اللي دارت تعليقات سلبيه عليها راني لهنا نتناقش. اي نعت لي وين راني عسكري، وين راني مزير، وين راني حقار، وين راني ديكتاتوري، ونتناقش معاك في اي حاله وفي اي خانه. اعيد واذكر زوج حوايج. حاجه الاولى غدا صيام عرفه، صوموا ان شاء الله وتفكرونا من دعائكم. واعيد واذكر انه فحص الاضاحي قبل الذبح وبعد الذبح ان شاء الله رانا في الخدمه متطوعين ولوجه الله. دعواتكم، احبكم في الله، والسلام عليكم.